ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ معاكم محمد شرع قناة ذكاء المدمر. فضلكم فعل الجرس وفعل الجرس واشتراك ولايك وشير والسبسكرايب عشان تصلكم كل جديد، ويلا نبدأ. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن الضغوط النفسية وتأثيرها على المجتمع، وازاي نواجه الضغوط النفسية ديت، ازاي نتغلب عليها، وازاي ما تأثرش على حياتنا واختلافاتنا وتأثر على كل جوانب حياتنا. واحد، عشان ما تأثرش اي حاجة نفسية عليك، قبل اي حاجة صلى على النبي، زيد النبي صلى. خليك دايما متفائل، خلي عندك امل. ده نمرة واحد. نمرة اتنين، الضغوط النفسية بتيجي من ضغوط الحياة، من الشغل، من التعب النفسي، من الحياة، من الظروف، من العائلة، من الصحاب، من كل حاجة. انا قلت في الحلقات اللي فاتت ان انت لو عايز تنجح في حياتك، ظبط كل جوانب حياتك. طب اظبطها ازاي؟ ما انت مش هتقدر تظبط جوانب حياتك لما يكون عندك الطاقة والباور ان انت، تمام، ان انت تقدر ان انت يعني تواجه نفسك، تتحدى نفسك. اوعى تخلي مثل اعلى ليك بعد النبي عليه الصلاة والسلام الا نفسك. دايما تحدى نفسك، خليك في تحدي. انت بتتحدى مين؟ نفسي. عايز اوصل لايه مثلا؟ لا، انا هوصل بعد مثلا فترة معينة لحاجة اكبر، لحاجة احسن، والحاجة افضل، وهكذا. وتبتدي بنفس الجهة دي، تبتدي تجهز نفسك بهذا، يعني انك تمشي على نفس التخطيط ان انت ماشي عليه. تحاول ان انت دايما تجتهد، تحاول ان انت تستغل الفرص، تحاول ان انت ما تيأس، ما تستسلمش، تحاول ان انت دايما تكون مبتسم، تحاول دايما ان انت تكون عارف امتى هتنجح لهدفك وامتى هتوصل. يكون عندك اليقين والمصداقية مع نفسك ان هوصل في الوقت المناسب. بالرغم ان الكل بيقول ان انا مش هوصل ومش هنجح، مش هوصل لاي حاجة، لكن انا عندي الامل ان انا اوصل، تمام، ان انا انجح، ان انا اوصل لاي حاجة انا عايزها. طيب ده تمام. ندخل لنمرة ثلاثة، وهي تخلص من الضغوط النفسية. تمام. بينتج عن شيء واحد، الصلاة. ده نمرة واحد. اتنين، انك دايما تكون متفائل. رب يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول تفائلوا بالخير تجدوه. ربنا عز وجل بيقول انا عند حسن ظن عبدي بي، فان ظن بي خيرا لك وان ظن بي شرا لك. فلازم حسن ظنك بربنا، ده اللي هينجحك، ده اللي هيوصلك، ده اللي هيخليك افضل واحسن. اوكي، تابع الحاجات دي وان شاء الله هتنجح.